تخيل كده إن في مدير تنفيذي في السعودية بياخد أكتر من 73 مليون ريال في السنة، يعني بالمصري كده حوالي 600 مليون جنيه. والأغرب إن المدير ده مصري اسمه محمد جلال. الراجل ده قلب موازين السوق وغير شكل تجارة الإلكترونيات في الخليج. بس إزاي وصل للرقم ده وليه كل الناس بتقول إنه أغلى مدير تنفيذي؟ تابعني لآخر الفيديو وانت هتعرف كل التفاصيل. انت عارف ان في مدير تنفيذي في السعودية الناس كلها اتكلمت عنه لانه اتقال انه الاعلى اجرا في البلد، والغريب ان الراجل ده مصري واسمه محمد جلال. الرئيس التنفيذي لشركة اسمها اكسترا، ودي شركة متخصصة في بيع الالكترونيات والاجهزة والموبايلات. بس القصة مش في الشركة، القصة في الشخص نفسه. الراجل ده كان شغال في شركة عالمية اسمها بي جي، من الشركات اللي المرتبات فيها بالدولار والمستقبل فيها مضمون. بس قرر فجأة يسيب كل ده وقال أنا مش عايز أفضل موظف ناجح، أنا عايز أبني حاجة من الصفر وأسيب بصمة وأبني شركة تنافس على مستوى العالم. وفعلا ساب المنصب الكبير والمكافآت ودخل في مغامرة وبدأ يبني اكسترا من سنة 2003، وقعد سنتين بس يشكل فريق، جاب ناس عندهم خبرات مختلفة وعملوا مع بعض حاجة جديدة على السوق. بس لما بدأ الشغل الحقيقي اكتشف انه مش فاهم السوق ولا طريقة البيع. قالك ساعتها الجهل بيكون نعمة، لانه خلاني اسمع واتعلم واجيب ناس اذكى مني لحد ما بقينا نشتغل كفريق واحد، وده كان السر. الشركة كبرت سنة ورا التانية وبقى عندهم فروع في السعودية والبحرين وعمان، والمبيعات وصلت ل7 مليار ريال في السنة، وبقت واحدة من أكبر الشركات في قطاعها. بس في سنة 2022 الشركة كانت محققة إنجاز كبير جدا، وقرروا يكافئوا 5 من المدراء التنفيذيين بمنحة أسهم. ادوهم السهم ب47 ريال، وبعدها السهم وصل ل145 ريال. فالناس كلها قالت هو ده أعلى مدير تنفيذي أجرا في السعودية؟ بس محمد جلال رد وقال أنا لا الأعلى أجرا ولا الأقل، والمنحة دي لمرة واحدة بس، مش مرتب سنوي ولا حاجة ثابتة، دي كانت مكافأة على إنجاز كبير اتحقق. وفي نفس السنة تم تصنيف محمد جلال فهمي كأعلى راتب ومكافآت وبدلات في السعودية مع 4 أشخاص تانيين. لكن في 2023 اتراجع ترتيبه للمرتبة الثالثة ضمن أعلى الرؤساء التنفيذيين في المملكة براتب إجمالي 73.8 مليون ريال. لكن رغم التراجع في الترتيب، محمد لسه من أبرز القيادات الاقتصادية في السعودية، وشركات كتير حلمها إنه يشتغلوا معاه ويستفادوا من خبرته. محمد كمان واحد من أكتر الناس اللي اشتغلت وتعبت عشان توصل، لأنه في 2013 ساب منصب الرئيس التنفيذي، ولما حصلت أزمة في 2016 ورجعت الشركة تخسر، رجع بنفسه يقودها تاني، والخسارة اللي كانت 45 مليون ريال اتحولت بعد كده لأرباح 500 مليون. يعني مش بس راجل عنده مرتب كبير، ده راجل عارف هو بيعمل ايه وقادر يرجع الشركة من فوق الحافة، وده اللي يخلي أي مكافأة ياخدها تبقى مستحقة. اللي بيميز محمد عن غيره هو إن دايما لازم يضيف أي شيء مختلف في المكان اللي بيشتغل فيه، وده قاله بنفسه في برنامج التمانية، إن أكيد في كتير شركات بتقدم نفس منتجه، بس هو دايما بيفكر إزاي يميز نفسه ويقدم كل ما هو جديد. ودلوقتي قول لنا، أغلى مرتب أخدته في حياتك كان كام؟